هل انت غضبت فعلا لما زوجتك الاولى رفعت عليك قضيه خلع وقلت في المحكمه انا راجل فلاح وارفض ان تخلعني زوجتي؟ انتوا جايبين حوارات صحافه، ما انا ما رحتش اصلا. صلح لي، قول لي. لا ما رحتش اصلا، ما كانش فيه، ما رحتش المحكمه ولا كلام، مفيش حاجه. ده كان حوار، وهي قالت بعد كده، هي كتبت الكلام ده في حوار بعد كده، ووضحت ان في محامي عمل شو اعلامي كان عايز يشهر نفسه، وهي نفسها اعتقد رفع عليه قضيه دلوقتي هي بنفسها يعني. واحنا احنا زملاء، احنا اصحاب انا وهي، مفيش حاجه يعني، علاقه وانتهت، ولكننا لا نزال اصحاب بنتكلم بعض يعني. بص، مفيش الحاجات الشمال دي، انا ما عنديش الحاجات الشمال دي. اول ما بشوف حاجه شمال بتلاقيني بجري منها. يعني لو تعرفت على ناس حسيتهم في حاجه غلط هتلاقيني انا خدت جنب، يعني ابسط من كده. انا عارف ده، بس يمكن الناس ما تعرفوش الحمد لله. يعني بنوصله لهم يعني. طيب نروح للخطيئه الخامسه. اوكي، ده دورك. دورك انت برضه، يلا. انا اخدها. الجشع. الجشع اللي هو ايه الجشع؟ الطمع. هل مصطفى شعبان شخصيه طماعه؟ انا بطمع في شغلي يعني. ممكن تلاقيني من الممثلين القليلين اللي احضر السيناريو واحضر المونتاج واحضر واعيد واطلب اعيد كتير لو انا حاسس بحاجه. عندي طمع في ان انا اوصل لاحسن حاجه. لاحسن حاجه، بس ما عنديش مثلا طمع في ان انا اخد اكتر فلوس يعني. بتشغل يعني، ممكن يكون ده غلط يعني. في ناس كتيره بتقول لي لكن انت مش من النوع اللي بيروح يطالب المنتجين دايما بزياده اجره في العمل اللي بيعمله؟ لا الحمد لله، انا اجري طبيعي، يعني معقول، مش مبالغ فيه. يعني اوقات اللي حواليا بيقولوا انت المفروض يعني تاخد اكتر من كده يعني ما بعرفش احسبها كده، لان انا الماده بالنسبه لي او الفلوس بالنسبه لي وده ممكن يكون غلط في الوقت اللي احنا فيه. الوقت ده الفلوس فيه مهمه جدا، ومحدش بينفع حد. الكلام اللي احنا بنسمعه وبنشوفه بالفعل عملي يعني، ده ممكن يكون غلط، بس انا ماشي على المدرسه الفينيقيه كده. بعيش اليوم وبحب اليوم وبحب الحياه، احب اسافر لو معايا فلوس وعندي اجازه، احب اسافر واتبسط يعني. مش فرعوني النزعه بتاع التحويش وخلي لبكره ما بعرفش اعمل امال كده. تفسر بايه الشركه اللي عملتها انت واخوك؟ كان سببها ايه؟ حب تأمين في النجاح. المستقبل؟ لا ده حب في النجاح. انا اصلا قبل ما امثل، هي شركه اخويا، انا دخلت معاه بجزء يعني. هي شركه اخويا وانا صاحب الفكره، انا اللي قلت له ان هو اصلا جرافيك ديزاينر وقاعد بقى واشتغل في شركات دوليه كتير بره مصر يعني. فقلت له ما تيجي مصر، وانا اللي شجعته انه يجي مصر. ما تيجي مصر، ومصر اولى بيك، وبدل ما تبقى بتشتغل تبقى عندك شركه. وساعدنا بعض، وهو وواحد كمان صديق لينا تالت. وانا اصلا كنت بخرج اعلانات قبل ما امثل، وكنت بشتغل في الاعلانات. فده وخريج اعلام جامعه القاهره، اكاديمي يعني فقلت وبحب الشغلانه، بحبها جدا. بحب قوي فكره انك تعمل كامبين اعلانات دي وتفكر ازاي تبيع سلعه. بحب قوي الحكايه دي. فعملنا الشركه على الاساس ده، ان احنا حابين حاجه عايزين ننجح فيها، حب في النجاح. مش لو حب فلوس كان ممكن اتاجر في حاجه تانية تجيب فلوس اكتر. تقديم البرامج. والحلو بقى ان احنا لما عملنا الشركه بعدها عملناها في يناير 2011 شهر الثوره. فعملنا شركه وقعدنا سنه ما اشتغلناش. ده ممكن بقى يرجع لايه؟ للخطيئه الاولى بتاعت الحسد. قال لك مصطفى شعبان كمان فتح شركه كمان. تقديم البرامج ده نوع من الطمع؟ لا انا لسه بقول لك، انا بحب الحياه، بحب اجرب يعني. لما جالي البرنامج بتاع 1 ضد 100 ده، انت عارف هو 1 فيرسز 100 ده برنامج عالمي. وجات لي شركه وجالي واحد منهم هولندي وواحد الماني، وجم زاروني في مصر وقعدنا. هم اختاروني بسيرشات، اختاروا الشخصيه دي بسيرشز وكده. فاتفرجت على البرنامج بكل اللغات العالم معموله، وده هيبقى الفيرجن الوحيد اللي باللغه العربيه. فانا حسيت بحاجه حلوه ان انا اطلع في حاجه زي كده. فقلت اجرب، وطلبت اسبوع بروفات، لاني عمري ما قدمت برنامج في حياتي. والبتاع اللي في ودنك دي جننتني مثلا 3 ايام. الايربيس 3 ايام جننتني، علشان انا كنت يعني عامل بروفا اول يوم ايه شغال بقى دي كتير، على ما اقعد بقى القعده الكول بتاعتك كده وقاعد وبتكلم، وممكن يكون في جورنال بيتقري في ودني. لا مفيش الحمد لله، ما عنديش انا كان عندي بقى جرايد بتتقري في ودني عشان الفاصل بس، معلومات طول الوقت وانا بتكلم. قعدت فتره اتمرن عليها، وكنت متفق معاهم في عقدي ان لغايه قبل التصوير بيوم لو حسيت ان انا مش هكون كفء للموضوع
وما كنتش صرفت العربون كمان اللي دفعوه، اني هنسحب، وكنت متفق معاهم على ده وهم كانوا موافقين على ده. فكانت الحكايه ان دي تجربه، ان انا بتعامل مع كاني واقف على المسرح، وانا من عشاق المسرح، وابن المسرح محمد صبحي خريج مدرسه صبحي في المسرح وخالد جلال، فانا وقفت على مسرح وقدامي 100 وورايا 100، فانا بتعامل مع 200 كانهم جمهور. فمن هنا جه سر اللعبه، ان انا مفيش حاجه سكريبت بقرا منه، انا كله على الهوا وارتجال، سواء كان هزار او سؤال او حته كده، كله على الهوا. فده كان عاجبني جدا، لكن مش طمع، لو طمع كنت كملت. كان في مشكله مع احد المنتجين، قدم شكوى للنقابه، قال لك انت خدت فلوس ما رجعتهاش؟ لا، ما فيش حاجه اسمها كده. هو ادى فلوس علشان يعمل مسلسل ما عملوش. هو تراجع فيه، فيعني نعمل ايه؟ طيب اجله للسنه الجايه، اجله للسنه اللي بعدها، او يعني شوف انا صرفت منه قد ايه، ما انا برضو بشتغل ملابس وبشتري الحاجات، ما هي نفس الحكايه يعني. وبعدين الموضوع مش واصل لدرجه الشكوى، الموضوع هيتحل 100% يعني. طيب